بيبدأ المسلسل مع يونجا اللي بتكون بتشتغل بكافيه وقاعدة بتتكلم مع صاحبتها إيمي اللي بتكون متضايقة جدا لأنها عايزة تبقى ايدول وواحدة مشهورة، ولكن بتفضل يونجا تقول لها إنها لازم تتقبل الحياة اللي هي عايشاها لحد ما بيقطع كلامهم صاحب القهوة وبيقعد يتكلم معاهم، وبيجي اتصال للقهوة من وكالة للفنانين علشان بيكونوا عايزين حد يوصل لهم قهوة. وبعدها مدير أعمال المغنية منسو واللي بتكون شبه يونجا جدا وكمان مدير أعمالها بيتكلموا مع بعض، وبيقول إنه منسو أدائها ضعيف جدا وإنه دي آخر فرصة ليها في الشركة، وعلشان تزيد من شعبيتها لازم تنضم البرنامج الموعد الواقعي مع فنان مشهور. وبعدها بيبدأ المساعد بتاعها إنه يقنعها إنها لازم تنضم للبرنامج علشان ما تطردش من الشركة، ولكن هي بتكون خايفة لأنه عندها فوبيا من الكاميرات وتصوير المعجبين. وبنفس الوقت بتتصل يونجا على المساعد علشان بتكون القهوة وصلت، وبيخرج هو ومنسو من المبنى. وبعدها بيبدأ المعجبين إنهم يلتموا حواليها وهي بتتعب وبتتخنق، وبيبدأ بعدها المساعد إنه يهديها ويساعدها. ولما بيروح ياخد القهوة بيتفاجئ بالشبه الرهيب اللي ما بين يونجا ومنسو، وبيقرر انه ياخدها لمنسو علشان تشوفها، وبدون مقدمات بتطلب منها منسو انها تروح مكانها البرنامج، وهناك هتقابل مشهور من شركة تانية ويمثلوا يعني انهم معجبين ببعض وكده لمدة اسبوع. وبتقول لها انها كمان خايفة تروح لانه عندها فوبيا من التصوير والكاميرات. طب يعني مادام حضرتك عندك فوبيا تسيري ايدول ليه؟ المهم ان يونجا الطيبة بتوافق بالنهاية، وبيبدأ المساعد انه يدربها تمشي ازاي وتتكلم ازاي. وبتوصل تاني يوم للبرنامج وبتكون متوترة جدا، ولكن بتمسك نفسها كده وبتقرر انها تكمل، وبتقعد تستنى المشهور اللي هتقابله. وقتها بيدخل جون اللي بتنبهر من جماله اول ما بتشوفه، ولانه هي متوترة اصلا فبيستغرب من تصرفاتها. وبنفس الوقت اللي يونجا خدت حياة منسو كمان راحت وخدت حياة يونجا. بتروح الكافيه اللي هي شغالة فيه واصحابها بيكونوا مستغربين شخصيتها اللي اتغيرت وبقت هادية فجأة، وانها مش يونجا اللي يعرفوها ابدا، حتى انها بتاكل اكل اول مرة تاكله قدامهم. وبنرجع لجون ويونجا اللي بتكون غرفهم بالاوتيل جنب بعض، وبتكون الشنط بتاعتهم اتبدلت. ولما بتخبط عليه هو بيخاف جدا لانه بيفتكرها المعجبة اللي بتفضل بتطارده بأي وقت وبأي مكان. ولما بيفتح الباب بيكون متوتر جدا وخايف، وبيبدل بالشنط بسرعة وبيفتكر كل اللحظات المرعبة اللي المعجبة السرية كانت بتعملها وبتطارده فيها. وبالكافيه بقى بتكون ايمي شاكة انه دي مش صاحبتها يونجا اصلا من كتر ما تصرفاتها بتكون غريبة ومش زي زمان ابدا، فبتطلب منها هدية لعيد ميلادها ومنسو بتوافق. وقتها بتتأكد انها مش صاحبتها لانها جابت لها الهدية قبل كده. ووقتها بتضطر منسو انها تقول لها على كل حاجة من الالف للياء، وبتطلب منها انه يفضل سر ما بينهم ومحدش يعرف. ولما بتكون منسو بتشتغل بتوقع العصير بالغلط على زبونة، وبتكون الزبونة وقحة جدا بالتعامل معاها وبتفضل تصور منسو غصب، وبتقول لها انها هتفضحها وتطردها من الشغل. وقتها منسو بتفتكر لما كان المعجبين والصحفيين بيصوروها وما بتكونش مرتاحة ابدا، ولكن بيظهر بالوقت ده مدير الكافيه وبيتصرف هو مع الزبونة. ولما بيروح علشان يطمن منسو واللي المفروض انها يونجا بيلاقي انها بتاخد ادوية باسم منسو، وبيبدأ يشك فيها انها مش صاحبتهم يونجا اللي متعودين عليها. واللي بتكون بالوقت ده يونجا قاعدة بجلسة التصوير، ولانها بتكون متوترة ما بتكونش متعاونة مع المصور ابدا، وعلشان كده بيتعصب عليها وبيقول لها انها لازم تاخد استراحة. وفي الاستراحة بيروح يتكلم معاها ويقول لها انه هيتكلم مع مدير الشركة اللي هي ماضية مع العقد انه يجدد لها، يعني لانه العقد بتاعها قرب انه يخلص، وبيكون المقابل انها تخرج معاه، ولكن هي بترفض. وبيقطع كلامهم جون اللي بيقول للمصور انه جاهز علشان يبدأ معاه الجلسة. وهو بيتصور جون بيقول كل حاجة سمعها قدام كل طاقم التصوير، والمصور وقتها بيحاول انه ينكر ده، ولكن يونجا بتأكد كلام جون. وبيكون موقف المصور وحش جدا بصراحة وبيفضل يزعق عليهم. وبعد كده بنلاقي المدير بتاع الكافيه بيتكلم مع صاحبته ايمي عن الادوية اللي شاف منسو بتاخدها، وبيفضل يضغط على ايمي بالكلام علشان تقول له الحقيقة، وهي فعلا بتقول له كل حاجة. ولما بيعرف بيروح يتكلم مع منسو وهي لسه هتبدأ انها تبرر موقفها، ولكن هو بيكون عسل جدا وبيكونش عنده مشكلة ابدا. وبنرجع ليونجا وجون وهي رايحة تشكره علشان انقذها من المصور، ولكن هو ما بيردش عليها لانه بيفضل يتخيل المعجبة اللي بتفضل تطارده، وبيسيب يونجا ولكن هي بتروح وراه، وبيسيبوا الاتنين الحفلة وبيروحوا على مكان تاني علشان ياكلوا. وبنشوف بعدها المصور الغيط ده حاطط جون بدماغه وعايز انه يفضحه قدام كل الناس وينتقم منه. وبنفس الوقت جون بيفضل يحكي ليونجا عن المعجبة المرعبة اللي بتفضل تطارده، وبعدها بيرجع اوضته ولكن بيخاف انه يدخلها ويقعد لوحده، فبيروح يتلكك ليونجا علشان تقعد معاه، وهي فعلا بتحس بيه وبتروح تقعد معاه. اما بالنسبة لمنسو فبيكون المدير خلاص قرر انه يعالجها من الفوبيا بتاعة الكاميرات، فقام مديها كاميرا علشان تصور كل حاجة بتشوفها. والصبح بيفوق جون وبيلاقي يونجا نايمة هي كمان عنده، ولكن بتصحى على صوت الباب وبتستخبى قبل ما جون يفتح، وبصعوبة بتقدر انها ترجع غرفتها اللي اول ما بتدخلها بتتصدم من وجود صاحبتها فيها، وبتقعد تهزر معاها وتلقح لها كلام انها ما تقربش من جون لانه بتاع
بنات. اما يونجا فبتقول لها انها يعني عادي مش مهتمه اصلا. وجون ويونجا بيكون عندهم تصوير، ووقتها يونجا بتسمعه وهو بيتكلم بالموبايل وبيقول انها هي وحشه جدا وانه مستحملها اصلا علشان التصوير. ولما بيخلص المكالمه وبيرجع علشان يتكلم مع يونجا بتتجاهله تماما وبتحكي للمدربه اللي سمعته منه وبتقول عن جون شخص كذاب ومنافق. وبعدها المدربه بتروح لجون وبتحاول انها توقع ما بينه وما بين يونجا اللي هي المفروض منسو، لانه المدربه دي ما بتحبش منسو ابدا وبتلمح اكل منسو ما بتاكلوش، ولكن ما بتحذرش جون منه. ووقت الاكل يونجا هتكون هتاكل عادي لحد ما صاحبتها بتنبهها، وجون وقتها بيسال المدربه يعني طالما انت عارفه الاكل ده ما بتاكلوش منسو ليه ما حذرتنيش؟ ووقتها بتعرف يونجا انه البت دي بتكره منسو وبتقول لها انها ما تتكلمش معاها ابدا بره حدود البرنامج. اما بقى بالنسبه لمنسو فبتكون بدات انها تتعود على الكاميرات والتصوير، وبيكون واضح جدا اعجابها بالمدير لانه كل ما بيكون سارح تفضل تصوره. ولما بيكونوا جون ويونجا في لقاء مع المعجبين بتيجي المعجبه المهووسه بجون وبتطلب توقيع يونجا وبتحط لها حبه في العصير من غير ما تاخد بالها، ولكن جون بيشوفها وبيرمي العصير قبل ما تشربه يونجا وبياخدها وبيخرجوا بره. ووقتها بتبدا يونجا انها تعاتبه على الكلام اللي سمعته منه، ولكن بيظهر وقتها حد وبيصورهم وجون بيلحقه وبياخد الفلاشه منه وبيرجع يوضح ليونجا اللي حصل وانه كان بيكذب على صاحبه، وبيفضل يعتذر منها انها فهمته غلط وهي كمان بتقول له يعني خلاص حصل خير. اما منسو وايمي فبيكونوا بيتكلموا مع بعض وبتقول لها انه اوكا مش مرتبط وخايف اصلا انه يدخل بعلاقه. ولما منسو بتساله انت خايف تدخل بعلاقه ليه فبيقول لها انه خايف يتساب وما بيقدرش على الفقد ابدا. فبتقول له منسو ان انت كمان لازم تتغلب على خوفك وانه دي حياه ولازم تمشي، وبتقول له انها خلاص بفضله ما بقتش تخاف من الكاميرات ويلا ممكن تصورني. وبالوقت ده كان المصور فرحان لانه معاه صوره وكان فيها جون قريب قوي من يونجا وبيكون عايز انه يفضحهم وينتقم منهم، وفعلا بينزلها والكل بيشوف الصوره. ومنسو بتتضايق طبعا لانه الفضيحه دي هتطلع على اسمها، وطبعا مين كمان هيتضايق في الوقت ده؟ المعجبه السريه اللي بتكون بتحب جون جدا وبتقرر انها تتخلص من يونجا وبتسمم لها الاكل، ولكن بتنقذها صاحبتها ايمي باخر لحظه وبتشوفها يونجا وبتتعرف عليها وبتفضل تلحقها. وبنفس الوقت بيكون مدير اعمال جون بيقول له انه لازم دلوقتي يطلع وينكر العلاقه دي، وهو بينزل من المكان ولكن بيشوف يونجا وهي ماسكه المعجبه الرخمه دي وبيزيد اعجابه بيها اكتر اللي هو ايه العظمه دي. ووقت العرض على المسرح بيقول جون انه الصوره حقيقيه فعلا وهو فعلا بيحب منسو. ولما بتسمع يونجا الاخبار بتزعل جدا لانه مش عارف حقيقتها، وبعدين بتعدي الليله وبتغني معاه وبيكون مصمم انه يسهر معاها وهي بتكون اصلا متوتره منه ولسه ما ردتش عليه بخصوص العلاقه اللي ما بينهم. ومنسو بتقول للمدير انها قربت تمشي لانه البرنامج قرب يخلص، وبتروح يونجا تودع جون علشان فاضل يوم واحد ويخلصوا البرنامج وبترجع كل واحده لحياتها. ولما بتكون يونجا شغاله بالقهوه عادي زي زمان بيظهر جون وبيعترف بحبه ليها، فبتصحى من النوم عادي لانها بتكون بتحلم من كتر ما هي بتحبه وبتفكر فيه. وكمان منسو بتكون بتفكر بمدير الكافيه وبتروح له تاني يوم، ولما بتوصل بتلاقيه بيبص على صورتها، ولما بتقعد بيقول لها انه معجب بيها وكمان عايز انهم يرتبطوا وهي بتوافق بكل هدوء. اما يونجا فبتروح المكان اللي كانت بتقعد فيه مع جون وكمان جون بيجي وبيقول لها انه عرف كل حاجه وكمان بيعترف لها بحبه وهي بتبادله نفس الشعور وبتكون مبسوطه جدا. ولحد هنا بيكون خلص ملخصنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه.